في تجربة فاشلة حابة نقولها لكم. أنا جربتها، قتلني الفضول إن أعملها. شفت شكلها مغري، بس أنا مش عاملاها بنفس الشكل. يعني أنا غيرت فيها بحيث مش عايزة أكلفها زي ما الفيديو اللي أنا شفته مكلفها. حرام التكاليف، يعني هي ملهاش لازمة إنها تتكلف أصلا. طعمها كأنك بتاكلي عيش شمسي، ما بتاكليش جاتوه بالمرة. بصوا هنا هنحتاج كوباية وربع مية، وهنحتاج 3/4 سكر، وكوبايتين دقيق، وتلت زيت، وكيس بيكنج باودر كيك شيف. تمام. هي ما فيهاش ولا بيض ولا حليب. عمركم شفتوا كيك او حتى جاتوه ما فيهوش بيض ولا حليب؟ نفر، مستحيل، ما فيش الكلام ده. طبعا لازم يبقى فيه. هنا حطينا المية مع الزيت مع السكر، وهنخلطهم مع بعض، يا اما بالمضرب الشبك، يا اما بالهاند بلندر، يا اما في الخلاط. يعني as you like، اللي انتوا حابينه. بس انا بقول لكم محدش يعملها. هتعمليها والله العظيم كأنك بتاكلي عيش شمسي. انا ما اعرفش يعني ليه الناس بتنزل حاجه زي كده. طب انت عملتيها وكلفتها، خلاص، على عيننا وعلى راسنا ونجحت معاكي. ليه تخلي الناس تعملها وتدعي عليكي؟ ليه؟ انا الحاجه اللي بتضايقني ان في وصفات على اليوتيوب كتير كذب كتير. ليه نكذب على الناس؟ حرام حرام. في حاجة اسمها حرام. احنا دلوقتي في ايام صعبة، الناس يا دوب بتكفيه تجيب اكلها. لبس الناس مش قادرة تجيبه، علاج وكشوفات الناس مش قادرة عليه. فحرام نعمل وصفة يبقى حد نفسه فيها ويعملها ويدعى عليكم. ليه؟ اتقوا الله شوية. انا ما اعرفش بصراحه. يعني اللي ينزل حاجه ينزلها بمرض ربنا، اللي يعملها يعملها ويدعي لك، لكن يعملها ويدعي عليكي، انا ضد الكلام ده بصراحه. انا الكلام ده ما يعجبنيش، ومستحيل انزل حاجه عندي علشان اضر غيري واذي غيري ويعمل الحاجه ويتكلفها وما ياكلهاش ويدعي عليا. مستحيل. ما علينا. المهم بعد ما خلطنا السوائل ضفنا كوبايتين الدقيق. تمام. وهنضيف معاهم كيس البيكنج باودر اللي هو كيك شيف. هنخلطهم كلهم مع بعض. والله اللي حابب يعملها يعملها، بس انت مش هتاكلي جاتوه، انت هتاكلي عيش، يعني عيش شمسي. الصعايده عندنا احنا عارفين العيش الشمسي كويس قوي. كانك بتاكلي عيش ما فيهوش اي طعم للكيك اصلا. الطريقه دي انا شفتها قبل كده على قناه مغربيه من سنين، ويا ريتني حرمت برضه عملتها. قتلني الفضول وقلت برضه هجربها. انا من الناس اللي بحب اجرب، يعني بحب اجرب حاجات بشوفها بتعجبني بحب اجربها. ولكن للاسف المنظر النهائي بيغريكي، بس انت لما بتعملي الوصفة لا، ما بيجيلكيش عامل الاغراء اطلاقا. ده انت يعني بتقولي انا يا ريتني ما عملتها. وفعلا انا ندمت اني عملتها. خسرت الكريمة اللي انا استخدمتها. الكريمة غالية، دي مش مشكلة في داهية. خسرت الكريمة، انا زعلانة على الكريمة. يلا ما علينا. هنخلط دول مع بعض لغاية لما تاخدي قوام الكيك العادي. هنا حطينا ذرة ملح، ده اللي حابب يعملها، انا ماليش دعوة. انا بقول محدش يعملها. بعد ذرة الملح بتضيفي فانيليا براحتك بقى، ربع معلقة ونص معلقة براحتك. وهتضيفي معلقة ونص نشا. تمام. وبعدين هيدخلتوا كلهم مع بعض، هناخد قوام كيك، هنحصل على قوام كيك يعني. بس كده، هو ده الخليط السائل. هتجيبي صاج 30 في 40. هتجيبي ورقة زبدة هتحطيها في الصاج. طبعا هتثبتيها بحتت صغيرة من الكيك اللي انت عملتيه ده، وهتدخليها الفرن. في الرف الوسطاني هتبقي مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق. في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. بتاخد يعني ماكسيموم 15 دقيقة، مش أكتر من كده. هي بيبقى لونها أبيض. لو خليتيها أكتر من 15 دقيقة هتشقق معاكي، حتى في التسوية شكلها مش حلو. ده أنا خليتها كمان أكتر من 15 دقيقة عشان أنا مش حابة شكلها أبيض، حابة الوش يحمر شوية، ويا ريته يعني جاب لون برضه. اللحظة أنا بتكلم وأنا متضايقة وأنا متعصبة، لأن أنا بتضايق لما حاجة بتبقى زي كده بصراحة بتحصل. أنا ما بيعجبنيش. ادي القوام بتاع الكيك اهو، نزلنا بيه في الصاج. هندخله بقى ايه؟ الفرن. دخليه الفرن بقى زي ما قلت لك 15 دقيقة. هتلاقيه أبيض كده على مصفر. خرجيه من الفرن. هتحطيه في الصاج، تسويه بالسكينة أو بالسباتيول. بعد ما تسويه دخليه بقى الفرن يعيش مع نفسه جوه. خبطيها خبطتين 3 5 6، مش هتفرق يعني، مش هيجرى لها حاجة. وبعدين دخليها الفرن. هتيجي بعدين للكريمة. انا حطيت كوباية كريمة مليانة على اخرها، يعني بعمة كده زي ما بيقولوا. وهحط معلقتين سكر. وحطيت ربع كوباية كريم باستري. يا خسارة الكريم باستري ويا خسارة الكريمة ويا خسارة الوقفة والله. المهم ما علينا. هنخلط دول مع بعض. وبعدين في لسه بقى التكلفة، في ربع كوباية مية مغلية. بس دي الطريقة دي أنا بعملها من زمان يعني. وبتضيفي عليها معلقة جيلاتين بودر، وخليهم مع بعض بقى. هيسيح الجيلاتين بعد لما نخلط الكريمة هنا وتعمل فوليوم معانا، وتلاقيها كترت كده وملت البولة معاكي. هتنزلي بالجيلاتين. هنخلط وهوريكم بعدين.
انا هنا ضفت كوبايه ونص ميه، مش واحده، كوبايه ونص ميه على كوبايه مليانه كريمه، على ربع كريم باستري. على فكره كريم الباستري بيخلي الكريمه حلوه. الكريم الباستري ده انا شفته قبل كده في قناه شيف كان بيعمل كريمات، بيعلم الناس ازاي تعمل كريمه. الكريمه اللي هي بتبقى في محلات الحلواني هي طعمها حلو، الكريمه اللي فيها كريم باستري حلو، بس هي مكلفه. يعني انت هتضيفي كريمه وهتضيفي كريم باستري، لا مكلفه. كريم الباستري مش رخيص. ما علينا، المهم هنخفقها كده لغايه لما خلاص ملت البوله، بس على كده. بعد ما خرجناها من الفرن وبردت هنقلب الصاج فوق اي مكان بنشتغل فيه، اقسميها نصين، حط الكريمه في كيس حلواني. هات الكريمه بقى، امشي بقى ايه يعني، امليها كلها كريمه، هتمليها بقى بكيس حلواني. هتاخد بالسباتيول بقى وتحطه بعدين تدهنه براحتك، الطريقه الاسهل ليكي. بص الكيس دايما في شغل التورت، الكيس دايما بيبقى اسهل عموما. انا ما بعملش تورت كتير، انا مش من الناس اللي بتعمل تورت كتير. انا بعمل حلويات سريعه، يعني حاجه سهله وبتبقى وسريعه. التورت بتاخد وقت وبتبقى مكلفه، فمش دايما بنعملها، ممكن واحد مرة مرتين. لكن الحلويات التانية لا، هي الأكتر بصراحة، هي اللي أنا بعملها أكتر حاجة. دي بالنسبة لي بتبقى حلوة وبسيطة وسريعة، وحاجاتها بتبقى موجودة عندي. لكن التورته محتاجه يا اما تجيبي دي سبونج، يا اما محتاجه محسن جل. انا ما عنديش محسن جل بصراحه. بعدين بتخلي كوبايه ميه مغليه جنبيكي، بس تبقى كوبايه طويله. بعد ما بتساوي بالاسباتيول، نزلي الاسباتيول في الميه المغليه علشان لما تساوي بعدين الكريمه تطلع معاكي كلها ايه، يعني حته واحده كده، ما يكونش فيها تكتلات او اي حاجه، او حته طالعه وحته نازله. كده كده هنا مش هتفرق معانا، ده كده في الحشوه يعني. هناخد الحته التانية ونحطها عليها. اخدنا القطعة التانية او الحتة التانية، هنعمل نفس قصة الكريمة، خطوط بالطول كده رايح جاي رايح جاي، وبعدين هتسويها تاني برضو بالاسباتيول، وبعدين هنقصقص الزيادات اللي هي من الاطراف. كده حطينا وخلصنا، هنسوي بقى بالاسباتيول. بعدين حابه تعمليها فيها الخطوط دي، لو عندك سكينه مشرشره ماشي، او اي اداه فيها شرشره من بره حابه تعملي بيها الشرشره اعمليها. انا مش ضليعه قوي في التورت، يعني انا لما بعمل تورت بعملها بابسط طريقه. اسهل تورته بحب اعملها البلاك فورست، هي اسهل حاجه بالنسبه لي، يعني دايما هي الوحيده اللي انا بعملها بصراحه، لانها سهله وبسيطه وما فيهاش افتكاسات يعني. كده خلاص هنساوي دي، وبعدين هنقصقص الجوانب. لما تقصقصي الجوانب ما ترميهاش بقى، اعملي بيها اي كبات بتاعت كيكات، يعني حطي الرقات وعليها مثلا صوص شوكولاته. حرام يعني، حرام دي ترميها، ده للناس اللي هتعملها يعني. انا اكلوها الولاد بس ما عجبتهمش بصراحه، يعني بعد ما اكلوها قالوا لي ايه ده عامله زي العيش، وفعلا عامله زي العيش حقيقي. هنا تيجي للتقطيع بقى، بتحطي سكينه في ميه مغليه وطلعيها وقطعي علشان ما تعملش ايه، فتافيت من الكريمه كده. بالتقطيع لازم بنحطها في ميه مغليه سكينه، حتى لما نيجي نسوي الكريمه برضو بالاسباتيول بننزله في الميه المغليه. قطعيها بقى قطع عاديه، قطعيها سواريه زي ما انت عايزه. انا قطعتها كده، وبعدين هعمل عليها روزيتا باي قمع عندي، وهحط قطعه كريز وهرشها كلها بالكاكاو، بس مش هعمل اكتر من كده. كنت ناويه والله اعمل شكل جميل ليها بصراحه، بس قفلني، يعني قفلني طعمه حقيقي، فخلاص. كان في دماغي ازينها زي الجاتو اللي بنشتريه من بره، بس لما دوقت طعمها لا، استخسرت بصراحه اسيح شوكولاته واحط شوكولاته، لا حرام حرام بصراحه. هرمي الحاجه في الشارع، مش كفايه دول. يلا ما علينا، بس اخدوهم ناس اكلوهم يعني، مش هنرمي الحاجه يعني، في ناس تستحق، حرام. وبس، واتمنى اكون قلت لكم التجربه الفاشله، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. بصوا اي حاجه فاشله هقول عليها ده واجبي تجاه الناس وقدام ربنا، يعني حرام حرام ان في حاجه الناس تخسر فيها. الايام اللي احنا دي فيها ده ايام صعبه يا جماعه والله.